السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سلسله السلوك. هنتكلم النهارده عن كذب الاطفال. ليه الاطفال بتكذب وانت ممكن تعمل ايه وامتى بيكذبوا؟ طيب، في الاول خالص، هو ليه الاطفال بتكذب؟ طيب، الاطفال بتكذب عشان يغطوا على حاجه عملوها وخايفين ان انت تعرف، عشان يشدوا انتباهك، عشان يحكوا قصه مثيره، عشان يمثلوا وانت تصدق او تعتقد ان القصه حقيقيه، عشان يخلوك تركز معاهم، عشان يتفادوا زعلك. طيب، امتى الاطفال بتكذب؟ الاطفال بتكذب في الاغلب لما يبتدوا يوعوا شويه، عند سن 3 سنين في معظم الاوقات. طيب، ولما يبتدوا يعرفوا عن سن 3 سنين بيبتدوا يعرفوا يعني ايه انت ممكن تكون مش فاهمهم، او مش عارف اللي بيدور في دماغهم، او حتى مش هتعرف ان هم بيكذبوا. طيب، عند سن 4 ل6 سنين بيبتدوا موضوع الكذب ده يحترفوا فيه شويه، يبقى اقوى عندهم ومحبوك اكتر شويه، فيبتدوا يكذبوا وهم عارفين ان انت مش هتعرف ايه اللي في دماغهم، ولا هتعرف ان هم بيكذبوا. ويبتدوا كمان يربطوا اللي بيحصل بشكلهم، بتعبيرات وشهم وهم بيحكوا، في نفس الوقت كمان نغمة صوتهم. وكل لما بيكبروا، كل لما الحركة والاحترافية بتاعت الكذب بتزيد. فتبتدي يبقى الموضوع بالنسبه لك انت صعب ان انت تكشفه، او صعب ان انت تعرف ان هم بيكذبوا. طيب، هنيجي نعمل ايه بقى؟ شجع طفلك ان هو ما يكذبش. ازاي؟ طبعا لما الاطفال بيكبروا ويبتدوا يعرفوا الفرق بين الحقيقه واللي مش حقيقه، مهم جدا انك تحسسهم باهميه الحقيقه واهميه ان هم يقولوا الحقيقه. تقدر تعمل كده عن طريق ان انت تعرفهم اهميه الصدق وايه اللي بيحصل لما بيكذبوا. تقدر كمان تعرفهم او تقول لهم مثلا اهميه الصدق لما تتكلم معاهم. تعرفهم مثلا، هي ماما لو عرفت ان انا كبابا بكذب هتعمل ايه؟ وهتتضايق بايه؟ ازاي؟ وهتتضايق ليه؟ وهتحس بايه؟ طيب، انت كمان او انت كمان لو كذبتي والمدرس بتاعك او بتاعك عرف، هتقول له ايه؟ وايه اللي هيحصل؟ كمان تبتدي تتفادى الافعال اللي بتخليهم يلجأوا او يضطروا ان هم يكذبوا. زي مثلا لو هو ماشي مثلا خبط كوبايه لبن فوقعها، تمسكه بقى تزعق له وتضربه لو هو كذب عليك. لا، عادي ان انت طب ماشي، بس خلي بالك المره الجايه ان انت وانت ماشي ما تخبطوش. شجعه ان هو يقول الحقيقه، ولما يقول الحقيقه قول له برافو، انت شاطر ان انت ما كذبتش، انت شاطر ان انت قلت الحقيقه. وحاول لما تقول له ان هو بيكذب، او تعرفه ان انت عارف ان هو بيكذب، قولها له في شكل نكته، او قولها له وانت بتضحك. يا راجل، انت شكلك بتهزر، انت شكلك بتقول كده عشان انا اصدق، وانت اصلا بتهزر معايا. حاول تعرفه الكلام ده. طيب، في نقطة تانية، ان هم في اطفال بيجوا في وقت يبتدوا يسرحوا بيك شوية. يسرحوا بيك، يسرحوا بيك، اللي هو يقولوا لك بقى قصة، وقصة طويلة ومسرحية يعني. طيب، التخيل والتمثيل ده مهم جدا لنمو الاطفال. اوعى تعامله على انه هو بيكذب، او اوعى تعامله على انه هو كذب. لا، سيبه يمثل وسيبه كده، وانت كمان تكافئه على كده. هو بيحاول ان هو يعرفك ان في قصة حصلت له، وان حياته فيها حاجة، زي ما انت ساعات بتقعد تحكي لمامته، بتحكي لاخوك الكبير، بتحكي له هو. فهو عايز يحس نفس الفكرة، وان هو بيعرف يتكلم ويعرف يقول والكلام ده، فبيتخيل. انت بقى تقول له القصة دي حلوة قوي، ما تيجي نعملها في كتاب، ما تيجي نعملها مسلسل، ما تيجي نمثلها مع بعض، فتعرفوا ان في حاجة تانية مختلفة. طيب، الكذب بقى او الاكاذيب الكتير بتعمد، اللي هو انا طول الوقت بتعمد اكذب، انا خلاص بقت الكذب حاجه اساسيه عندي. طيب، فانا هعمل ايه في الحاجه زي دي؟ اول حاجه انت لازم تعرفه ان الكذب دي حاجه مش كويسه، وان في نفس الوقت انت مهما هتكذب في الاخر ده هيجي عليك. وتعرفه كمان فكره تانية، هو انت لو كل الناس عرفت ان انت بتكذب، اهلك، صحابك، مامتك، باباك، اخواتك، كذا، لو كلهم عرفوا ان هم بيكذبوا هيصدقوك في حاجه؟ طب هتعرف تتعامل معاهم؟ طيب، بعد كده لما يقعدوا يقولوا لك يا كذاب، طب بعد كده لما تبقى انت عايز حاجه وهم ما يصدقوكش ويقولوا لك انت طول الوقت كذا، هتعمل ايه ساعتها؟ هتفكر ازاي؟ طب هتعرف هيصدقوك تاني؟ لا، مش هيصدقوك.
في الاغلب الطفل بيبتدي في الوقت ده يخاف ويبتدي يقلق ان هو يتحط في الحته دي. حط كمان مبدا العواقب، ان كل حاجه ليها عقاب. يعني مثلا لو هو راح كتب على الحيطه، وبعد ما كتب على الحيطه جيت تساله مين اللي كتب على الحيطه، قال لك مش انا، يبقى انت في الحاله دي انت لازم تعاقبه عقابين. العقاب الاول عشان هو قال ان هو مش هو اللي عمل كده وما يعرفش، والعقاب الثاني ان هو غلط. لكن لو وقع اللبن وكذب او وقع حاجه زي كده وكذب، دي حاجه ثانيه. عرفه ان هو كده، ان انت ما تخافش، وان انت لازم تعمل كذا، وان انت لازم تعمل كده. اتكلم معاه بهدوء، عرفه ان الكذب هيأثر عليه اول واحد وهيخلي الناس ما تصدقوش، وعرفه انه هيأثر على علاقتك بيه، وعرفه ان الناس مش هتصدقه زي ما قلنا. كمان حاول توصل له ان الكذب هيخليه شخصيه الناس ما بتحكيلهاش حاجه وما بيرضوش يقولوا له حاجه، وان هم هيبعدوا عنه، وان هو اللي خسران، وان في نفس الوقت كمان كل الناس اول ما يجي يتكلم معاه بالكلام العادي مش هيصدقوه. عليه انه ما يكذبش عليك، عرفه ان هو اهم من ان هو يكذب عليك. وفي نفس الوقت كمان عرفه ان الفكره في ان انت تعمل المواقف اللي بتضايقني، طيب فتكذب عشان ما تضايقنيش، لا ده هيضايقني اكتر وده هيخليني ابقى متضايق منك اكتر. وخليك مصاحبه، يعني عرفه ان هو خليه ما يكذبش عليك عشان هو حابب ما يكذبش عليك، مش عشان حاجه تانية. لا خليه ما يكذبش عليك ويبقى صاحبك، عشان لما تيجي مواقف خطر زي مثلا حد اتحرش بيه، حد عايز ياخد منه حاجته، حد عايز يسرقه، حد عايز يخطفه، الكلام ده كله، حد هدده ان لو قلت لحد ان انا مثلا عملت كذا او عملت كذا فيك، انا هقول للبابا، انا هقول للماما. حاول تعرفه ان انت جنبه وان انت هتصدقه هو، مش هتصدق غيره، فان هو ما يكذبش. حاول تعرفه كمان ان انت في طول الوقت انت امانه وثقته، وان انت هتصدقه هو. فعرفه ان انت لازم ما تكذبش عشان اصدقك، بس حاول تديله الامان ده عشان المواقف الخطره يبقى صاحبك ويجي يحكي لك، ما يبقاش خايف منك. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم اعملوا لايك واعملوا شير. اشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.